مشاهدينا الكرام متتبعينا عبر بوابة الأغلبية الصامتة على موقع تلغير أونلاين، دائما مع ملف سد الخصاص، هذا الملف الشائك الذي لا زال غصة في حلقوم وزارة الوصية. إذا أساتذة الخصاص نتركهم ليعبروا عن هذا الملف، أين وصل وما تداعيات هذا الملف. هل هناك تجاوب من طرف الوزارة الوصية ومن طرف المسؤولين هنا في النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير؟ ربما سنأخذ كلمة من أحد المسؤولين أو أحد الممثلي أساتذة الخصاص هنا بهذا المعتصم. دخلتم في هذا المعتصم دخلتم في هذا المعتصم اليوم أو البارحة؟ منذ الاثنين، يعني لشهرين متتابعين. يعني شهران متتابعين ابتداء، لكن لاحظنا أن الأيام ما كنتوش لم تكونوا هنا. ارتأينا تعليق معتصم لمدة أسبوع على أساس لقاء جهوي، لقاء إداري جهوي بأكادير، يعني جمع مسؤولي التربية الوطنية، يعني عبد العظيم القروج الوزير المنتدب لدى وزارة التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني، على أساس إيجاد صيغة لولوج أساتذة الخصاص إلى أماكن عملهم. نفاجأ بعد اللقاء أنه لم يعطى أي ضوء، يعني أخضر لولوج هؤلاء الأساتذة إلى أماكن عملهم. السبب الله أعلم. هنا نتساءل لماذا أساتذة الخصاص يلتحقون بتطا، يلتحقون بتونات، يلتحقون بأسفي، يلتحقون بقديترا، وتنغير هي الحالة الوحيدة التي لم يلتحق بعد أي أستاذ أو أي أستاذ الخصاص، مع العلم أن في هذا الإقليم هو الأكبر، يعني الذي يعرف أكبر خصاص لأساتذة الخصاص. السنة الماضية حوالي 165 أستاذ وأستاذة لست الخصاص. هذا العام نفاجأ بموقف النائب الإقليمي، قال لك الممرأة العام اللي فات كليت العصا، هذا العام ما غاديش نعاود التجربة. يعني نتساءل، يعني الضحايا عباد الله تيجوا من ألف، تيجوا من عيتاني، تيجوا من أسوان، بمعنى أننا نفهم أن المطلب الآن هو العودة إلى الأقسام، هو العودة إلى أماكن العمل وتحقيق ملف مطلبي اللي هو الزيادة في الأجور. زعما إلا رجعتوا الأقسام، نعم، وما تحققوش المطالب الأخرى، يعني ما غاديش تنسحبوا عاوتاني مرة أخرى يعني ولا في النهار الأول يعني حطينا ملف مطلبي اللي هو عودة جميع الأساتذة إلى أماكن عملهم. النقطة الثانية يعني تكوين بيداغوجي مجاني. النقطة الثالثة يعني الرفع من المستحقات المالية إلى الحد الأدنى للأجور. يعني بعد الحوارات الماراثونية مع المسؤولين هناك وعود بهؤلاء الأساتذة غادي يتكلفوا بما يسمى بساعة الدعم. واش كاين وعود مكتوبة ولا غير وعود شفوية؟ شفوية مع عامل الإقليم ونائب عامل الإقليم تنغير، عامل الإقليم تنغير، وكذلك الكاتب العام للوزارة، الكاتب العام للعمالة، وكذلك مدير الشؤون الداخلية والنائب الإقليمي، وكذلك يعني رئيس قسم الجماعات بالعمالة، على أساس أن الناس يلتحقوا بالأقسام ولكن يديروا الدعم. في الأول قال لك النائب غادي يديروا الدعم ولكن خارج المؤسسة التعليمية. قلنا ليه لا، كنا خدامين في الأقسام، خصنا نرجعوا الأقسام. دابا المشكل نتساءل، يعني الخصاص كاين، هاد الناس بغاو يعني يفصلوا يعني بين اساتذه الخصاص وديك 3 سنين 4 سنين اللي خدموا، بغاو يعني بهذا المصطلح يعني يصفوا معنا، وحنا ما قبلناش. كانت وعود على اساس الناس يديروا الدعم، والدعم نتساءل، الدعم خصو يكون في المؤسسات التعليميه. قال لك غادي تبقاو ديروا الدعم يعني نهار 6 الحد، ما قبلناش. قلنا لهم خصو يكون شي تكليف، يعني انا نمشي للمؤسسه الفلانيه يعني ندير الدعم باي شهاده، يعني باي شهاده باي وثيقه. يعني راه الحوار يروح مكانه، قالوا ديروا الدعم، قابلين نديروا الدعم ولكن باي طريقه، والاجراء ديال هذا الدعم على داك الشيء باقي معتصمين الى حين يعني يرجع جميع الاساتذه الى اماكن عملهم، سواء يديروا الدعم وتكون شهاده تثبت انهم غادي يديروا الدعم، او تكون شهاده تثبت انه غادي يديروا الخصاص. ما كاين ولي من هذا الشيء، راه باقي معتصمين كما تتشاهد. يعني راه دابا الراي ديالكم في هذا الردود اللي قالوا هما، واش كتعتبروا بانهم غادي يحققوا هذا الشيء؟ قلنا لهم راه حنايا مشينا كلجنه الحوار، مشينا في الخطوه ديال نديروا الدعم، ولكن دابا الاشكال بقى في اجراءات هذا الدعم. يعني هذا الدعم كيفاش غيكون؟ واش يكون في الاول السيمانه، واش لوسط السيمانه، واش في الاقسام، واش في العطل، يعني والاجراء امتى غيبدا هذا الدعم؟ دابا حنا واصلين يعني شرطنا اللفه ديال جنبير، يعني مشات الشهر 9 10 11 12 الناس رؤساء الجمعيات تيجيو يعني وبالنسبه للتلاميذ اللي كاين في الاقسام كيفين الحاله ديالهم؟ راه المشكل في الحوار تيقول لك ما تجبدوش، يعني راه هذاك المشكل الدوله،
مشكل الوزاره الوصيه، مشكل يعني المشكل ديال الدوله. انتم شوفوا يعني كيف سلكوا راسكم، كي يعني ديروا الدعم وتشدوا يعني هذا المستحقات الهازله يعني من منظور امني. شكون اللي قال هادشي؟ يعني المسؤولين بما في ذلك شكون؟ يعني بالضبط. المسؤولين يعني راه كاملين، مسؤولين العماله يعني النيابه، العام الاقليمي اللي قال هادشي يعني والنائب الاقليمي هو اللي قال هكا. كلشي كاملين. عباد الله بغاو يعني نمشيو هنا في التكوين، حاولنا ما امكن نديروا واحد التكوين ما يسمى بالتكوين، ولكن على اساس قلنا حنا خصنا نوافقوا على التكوين والصيغه ديال التكوين ونلتحقوا بالاقسام، عاد نصرف ذاك المستحقات الى حدود الان. ملي ما عباد الله تتلقاهم يعني معتصمين، راه مازال يعني ما كاينش الالتحاق بالاقسام. حنا الشرط الوحيد والاوحد عباد الله يلتحقوا بالاقسام، عاد نشوفوا التكوين تيجي في المرحله الثانيه. يعني قالوا لنا نمشيو في الدعم، نمشيو في الدعم، ولكن خصنا يعني الاجر ديال الدعم كيف غيكون وعدد الساعات ويمتى يبدا، يعني وتكون وثيقته بان استاذ او استاذ تيدير الدعم ويكون في المؤسسات التعليميه. هذا هو الملف المطلبي. يعني في الحوارات معهم قال لكم خص يكون الدعم ولكن يكون خارج المؤسسات، ما قبلناش يعني قلنا الدعم خصو يكون وسط المؤسسات. يعني راه باقي تنتسناو فيهم يعني باش يشوفوا لنا شي حل هادشي. الله يبارك. وتحيه للمنابر الاعلاميه شكرا للعديد لكم. جميع التخصصات. شكرا لكم.